بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ أهلا بكم في قناتي أكلة هنية مع وصفات نانا. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا هتعجبكم قوي. أكلة كلنا بنحبها وبنعشقها. طبعا المسقعة، بس هنعملها بطريقة جميلة، المسقعة بالبشاميل وباللحمة المفرومة. عندنا البتنجان اهوت. بنقطعه بالشكل دوت زي ما احنا شايفين كده اهوت حلقات. طبعا بنحطه في ميه وملح، بنسقطه كله في ميه وملح طبعا عشان لونه ما يغيرش، وما يشربش معانا زيت. والبطاطس برضو، البطاطس بقطعها شرايح وبحطها في ميه. كل دي تجهيزات. وعندي الفلفل، يعني بتستخدمي فلفل رومي او فلفل حامي على حسب ما انت ايه بتحبي او على حسب رغبتك. انا هنا بستخدم الفلفل الحامي، بقطعه برضو كله حلقات. اول حاجة هنعملها معانا اهوت، هنعمل الصلصة. يعني شوية توم كده اهوت في الزيت، وبحمرهم وبدلق على طول الخل معايا 4 معالق خل كده على طول في التومة اول ما تصفر معايا، ومع معلقة كزبرة ومعلقة سكر، واقلب اهوت. قلبي قلبي قلبي. طبعا بتكوني مجهزة ايه؟ مجهزة الطماطم المعصورة اهي، وهنروح على طول ضايفينها على التومة اهي، على التومة، ونقعد نقلبها. بتكوني مجهزة بقى ايه؟ مجهزة شوية كمون والملح بتاعنا، ظبطي الملح بتاعك، وشوية كمون وشوية فلفل اسود. بس هي ديت الصلصة اللي هنستخدمها معانا في الوصفة بتاعتنا النهاردة. وهنسيبها تتسبك خالص لغاية ما ايه تديني القوام الحلو اللي انا عايزاه اهو. كده انا حمرت بقى معايا ايه، حمرت البطاطس اهيت. طبعا بكون مجهزه المناديل الورق بتاعتي عشان تشرب الزيت، وادي البتنجان والفلفل حمرتهم كلهم وعلى الورق المطبخ، وبيكون كله اتشرب الزيت اللي معايا عشان ما يكونش فيه ايه زيت خالص اهو زي ما احنا شايفين كده اهوت. هعمل بقى ايه؟ هعمل اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه طبعا بكون ايه، بجيبها. طبعا دي الحاجة كلها اللي انا قليتها اهو زي ما احنا شايفين، كلها على مناديل ورق تشرب لي الزيت كله. معايا اللحمة المفرومة. طبعا انا بحط اللحمة المفرومة الاول، بحطها كده بتاخد لي الصدمة بتاعتها عشان ما يكونش فيها اي زفارة. بكون مقطعة البصل، بحط البصل بعد ما ايه باخدها تشويحة كده اهو في معلقتين زيت او سمنة او زبدة زي ما انت عايزة على حسب رغبتك، اي مادة دهنية. وبكون مقطعة البصل، بروح وبقلبهم معايا اهوت البصل مع اللحمة المفرومة. بحط الملح وبحط برضو ايه فلفل اسود بس عليه. طبعا هنا بقى ايه بطعم اللحمة المفرومة بالصلصة اللي انا عاملاها. بحط منها كده شوية كده تديها طعم كده لذيذ كده اهوت اهوت. حطش بقى كبشة، حطش 2 زي ما انت عايزة، هتديها طعم جميل قوي. واسيبها كده على النار لغاية ما ايه تستوي ايه معانا اللحمة المفرومة اهيت. اغطيها كده واسيبها كده. بقى هعمل البشاميل. طبعا هنا هو بحط بقى ايه زبدة او بحط سمنة او زيت زي ما انت عايزة برضو على حسب الرغبة. وبحط الدقيق. طبعا هنا هو لازم ما يعني يكون زي ما انت شايفة كده هو السمنة والدقيق يكونوا كده سايحين معاكي، ما يكونش كده في تكتلات. ما زي ما انت شايفة كده هو ايه اهو. بحط المادة الدهنية بتكون كتيرة معايا على حسب الدقيق اللي انا هحطه عشان ما تعملش معايا اي تكتلات. لو حطيت 4 معالق دقيق بتحطش 4 معالق سمنة او 4 معالق زبدة كبار كده اهوت عشان تبقى ايه سايحة معاكي
وما تكونش ايه متكتله كده وتقيله معاكي، عمرها ما تتكتل معاكي خالص. تقعدي تقلبي كده الدقيق مع السمنه، تقلبيها كويس قوي قوي، ما بتشيليش ايدك بس، وبتركنيها. بتزودي بقى اللبن يا اما ما يكونوش الاتنين باردين، يعني انت اللبن بيكون سخن، الدقيق بيكون بارد، او العكس. تقلبي بقى، تقلبي عشان ما يتكتلش معاكي خالص اهوت. طبعا المسقعه بتحب البشاميل الخفيف، ما بتقليهوش. بنحط له بقى ورق لورا، ونحط له بابا صيني، فلفل اسود، ملح. شايفين القوام اللي انا عايزاه، ما بزودش عن كده. القوام بتاعه بيبقى ايه، ما بيبقاش تقيل. اهي، ادي ورق اللورا والفلفل الاسود والملح، كبابة صيني او جوز الطيب. بس كده، هو كده البشاميل بتاعنا. بس بسيبه على النار بقى شويه كده اهوت، لغايه ما بيبقبق كده معايا كده اهوت، وروح طافيه عليه. شايفين الجمال بتاع البشاميل؟ ولا في تكتلات ولا في اي حاجه، دقيق ولا، يعني مش باين اي حاجه. شايفين؟ ما شاء الله. اهو بقبق معايا كده خلاص، هطفي عليه كده، البشاميل اللي معايا استوى خلاص. بس هجيب بقى الصينيه، وابتدي احط البشاميل كده اهوت في الصينيه، بدهن الصينيه كلها كده اهوت بالبشاميل. وابتدي ارص بقى معايا بقى ايه البتنجان، رص البتنجان. رصيت البتنجان كله في الاول، اجيب بعد كده البطاطس، يبقى رصة بتنجان ورصة بطاطس ورصة الفلفل، كله فوق بعضه كده اهوت. اهو، بحط كده الفلفل. طبعا الجزر بقى، انا ما الجزر بنبشره. طبعا يعني بيديكي طعم تحفة للبشاميل. جربيه بقى كده بالجزر المبشور دوت، بيخليلك صينية المسقعة تحفة تحفة تحفة. بعد كده، بعد ما حطيت الجزر، حطيت اللحمة المفرومة اهيت، وحطيت طبعا بقى رق البتنجان اهوت، والصلصة طبعا. حطيت الصلصة اللي انا عملتها كلها. بس وبعد كده بقى البشاميل من فوق اهي. كده خلصت معايا الصينية بمنتهى السهولة. بحطها على الشبكة، طبعا ما بتاخدش وقت كبير في الفرن. اول ما بتبص تلاقيها كده بكبكت معاكي كده اهوت، بتروحي ايه مولعه الشوايه عليها. اول ما الوش بيحمر بتروحي طافيه عليها. كده خلصت معايا اهيت، وخرجتها من الفرن. ايه رايكم بقى في الجمال؟ وايه رايكم؟ حاجه كده يعني، حاجه تحفه، والطعم لذيذ لذيذ اهيت. استنيت طبعا لما بردت عشان تديني خرط. لو انت عايزه تاكليها بتاكليها على طول وهي سخنه، بتفك معاكي. لكن انت لو عايزه تخليها خرط كده، بتستني عليها ساعه كده، لغايه ما ايه، لغايه ما بتعمل لك بتبرد وتديكي ايه الخرط اللي انت عايزاها دي. طبعا الطعم تحفه تحفه تحفه. طبعا لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير.